في سنة 2007 تم إغلاق شقة في الطابق الخامس إلى الأبد، ليس بسبب جريمة ولا بسبب حادث، بل لأن كل من دخلها لم يخرج منها حيا. والأغرب أن آخر تسجيل صوتي تم العثور عليه كان لشخص يتحدث مع شيء لم يكن موجودا أصلا. كان اسمي يوسف، طالب جامعي. انتقلت حديثا إلى مدينة جديدة. كنت أبحث عن شقة رخيصة، أي مكان أنام فيه فقط، حتى وجدت إعلانا غريبا: شقة مفروشة ثمن منخفض جدا، الطابق الخامس. اتصلت فورا، لكن الرجل في الهاتف كان صوته مترددا. قال لي: هل أنت متأكد أنك تريدها؟ ضحكت وقلت: طبعا، لماذا لا؟ سكت قليلا ثم أعطاني العنوان. وصلت إلى العمارة. كانت قديمة جدا، كأنها لم ترمم منذ عشرات السنين. المصعد لا يعمل، فصعدت الدرج الطابق الأول، الثاني، الثالث. لكن عندما وصلت إلى الطابق الرابع شعرت بشيء غريب. الهواء أصبح باردا فجأة، وصوت خطواتي صار يتردد بطريقة غريبة، كأن هناك من يمشي خلفي. التفت، لا أحد. تابعت الصعود حتى وصلت إلى الطابق الخامس، وكان هناك باب واحد فقط مكتوب عليه 507. فتحت الباب. رائحة غريبة ضربت وجهي، ليست رائحة عفن ولا غبار، بل شيء لا يمكن وصفه. دخلت الشقة. كانت نظيفة بشكل مريب، كل شيء مرتب، لكن لا يوجد أي أثر للحياة في تلك الليلة. حاولت النوم، لكن في تمام الساعة 3 صباحا سمعت صوتا: خط خط خط، كأن أحدهم يمشي داخل الشقة. فتحت عيني ببطء. الصوت كان يأتي من الصالة. خرجت، لا أحد، لكن كان هناك شيء جديد: كرسي لم يكن هناك من قبل. اقتربت ببطء، وفجأة سمعت صوتا خلفي. أخيرا لست وحدي. تجمدت في مكاني، لم أستطع الحركة. كان الصوت قريبا جدا، كأنه يتنفس خلفي. التفت بسرعة، لا شيء، لكن المرآة كانت تعكس شيئا لم يكن خلفي. رأيت شخصا يقف خلفي، طويل نحيف، وجهه غير واضح، لكن عينيه كانتا تحدقان بي. صرخت، وعندما التفت مرة أخرى اختفى، لكن الكرسي كان يتحرك ببطء نحو غرفتي. في تلك اللحظة فهمت أنني لست وحدي في الشقة، لكن هذا لم يكن أسوأ شيء، لأنني في الليلة التالية اكتشفت أن الشيء الذي يسكن معي لا يريد فقط أن يرعبني، بل يريد أن يتكلم معي. في الليلة الثانية قررت أن أسجل كل شيء. وضعت هاتفي وشغلت التسجيل. الساعة 2:59. كنت أنتظر حتى جاءت 3. فجأة عاد الصوت: خط خط خط، لكن هذه المرة لم يكن يمشي، بل كان يقترب من غرفتي. الباب بدأ يفتح ببطء دون أن يلمسه أحد، وظهر ظل يقف عند المدخل. ثم سمعت صوته واضحا قريبا. قال: هل تسمعني الآن؟ لم أجب، لكن الهاتف كان يسجل كل شيء في الصباح. استمعت إلى التسجيل. صوتي لم يكن موجودا، لكن كان هناك صوتان: صوت ذلك الشيء وصوت آخر، صوت يشبهني يتحدث معه. التسجيل كان يقول: نعم، أراك وأنا مستعد. تجمد الدم في عروقي. أنا لم أقل ذلك، لكن من الذي كان يتكلم بصوتي؟ حاولت الهرب. جمعت أغراضي وفتحت الباب، لكن السلم لم يكن هناك. بدل السلم كان هناك ظلام لا نهاية له. وعندما التفت كانت الشقة قد تغيرت، الجدران سوداء، والمرآة لم تعد تعكسني، بل تعكس ذلك الشيء واقفا ويبتسم. قال لي: أنت الآن مكاني بعد اختفائي. تم استدعاء الشرطة. دخلوا الشقة 507، لكن لم يجدوا أي جثة ولا أي أثر لي فقط. هاتفي كان ما يزال يسجل. أحد الضباط قرر الاستماع إلى آخر التسجيل، وفي اللحظة التي شغله فيها تجمد في مكانه. التسجيل بدأ بصوت خطوات: خط خط خط، ثم صوتي أنا، لكن كان مختلفا. كنت أقول: لقد خرجت أخيرا. ثم جاء صوت آخر، نفس الصوت الذي كان في الشقة، لكنه هذه المرة كان يضحك ببطء وبشكل مرعب. قال: لا، أنت لم تخرج، أنا الذي خرج. في تلك اللحظة انطفأت الأنوار داخل الشقة، رغم أن الكهرباء لم تنقطع، وبدأت الأبواب تغلق واحدا تلو الآخر. حاول الضباط الخروج، لكن الباب الرئيسي لم يعد موجودا، تحول إلى جدار. ثم ظهر شيء في نهاية الممر، نفس الشكل، طويل نحيف بوجه غير واضح، لكنه هذه المرة لم يكن ينظر إليهم، بل كان ينظر إلى شيء خلفهم. وعندما التفتوا رأوا شخصا يقف خلفهم بنفس وجهه. بعد تلك الحادثة اختفى 2 من رجال الشرطة، أما الباقون فخرجوا، لكن لم يعودوا كما كانوا يكررون جملة واحدة فقط: هو لم يكن داخل الشقة، الشقة كانت داخله. تم إصدار قرار فوري بإغلاق العمارة بالكامل، ثم هدمها. وبالفعل جاءت الجرافات ودمر كل شيء: الطابق الأول، الثاني، الثالث، الرابع. لكن عندما وصلوا إلى الطابق الخامس توقفت الآلات من تلقاء نفسها. قال أحد العمال أنه رأى بابا واقفا لوحده في الهواء مكتوب عليه 507. وفي تلك اللحظة خرج صوت من لا شيء يقول: ما زال هناك مكان لشخص آخر. هرب الجميع، وتم إيقاف عملية الهدم، وتم إعلان المكان منطقة مغلقة. لكن بعد سنوات بدأ الناس ينشرون شيئا غريبا: صور لعمارة تشبه تماما العمارة القديمة،
لكن المشكلة أنها لم تعد موجودة أصلا. والأخطر أن بعض الأشخاص قالوا إنهم رأوا إعلانا على الإنترنت، شقة مفروشة سعر منخفض جدا، الطابق الخامس، والعنوان كان نفس العنوان. آخر شخص ضغط على الإعلان اختفى بعد يومين فقط، وآخر رسالة أرسلها كانت الباب مفتوح والشقة تنتظرني. ولو رأيت هذا الإعلان يوما، هل ستضغط عليه أم ستتجاهله رغم فضولك؟ لم تنتهي القصة عند هذا الحد. بعد اختفاء آخر شخص بدأت تظهر أشياء. أغرب أشخاص لم يسكنوا الشقة أبدا بدأوا يحلمون بها، نفس الحلم، باب مكتوب عليه 507 وممر طويل مظلم وصوت يهمس لهم تعال. في البداية ظنوا أنها مجرد كوابيس، لكن مع مرور الأيام بدأ الحلم يتكرر كل ليلة وبشكل أوضح. أحدهم قال إنه عندما اقترب من الباب في الحلم سمع صوتا يشبه صوته يقول له تأخرت كثيرا، وبعد أيام قليلة اختفى تماما كما حدث مع الآخرين. لكن أخطر ما حدث هو ما اكتشفه أحد المبرمجين. كان يتصفح الإنترنت عندما وجد إعلانا نفس الإعلان، شقة مفروشة سعر منخفض جدا، الطابق الخامس، لكن هذه المرة لم يكن هناك عنوان، فقط رابط فضوله. دفعه للضغط فتح الموقع، لكنه لم يكن موقعا عاديا، كان بثا مباشرا لداخل الشقة. 507 الكاميرا تتحرك ببطء، تظهر الجدران السوداء والممر الطويل، ثم توقفت أمام المرآة، وفي المرآة لم يكن هناك أحد. لكن فجأة ظهر شخص يقف خلف الكاميرا ويبتسم، وكان أنا في تلك اللحظة انقطع البث. لكن قبل أن يغلق ظهر نص على الشاشة: تم حجز مكانك. وفي اليوم التالي اختفى ذلك المبرمج، وكأن شيئا سحبه إلى داخل الشقة التي لم تختفي أبدا، بل أصبحت تبحث عنك.